بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده رجعت لكم بفيديو جديد. وعندي زي ما يقول كده يعني ايه مصيبه في البيت، وهي ان الفريزر بتاعي فصل ومش راضي يشتغل تاني، مش عارفه اعمل ايه. فموقف بصراحه صعب جدا ولا احسد عليه والله، واي واحده مكاني مش هتحب الموقف ده جدا. انا الفريزر بتاعي نوعه كريازي، و الفريزر بتاعي نوعه كريازي، ولو اي حد عنده فريزر نفس النوع يقولي يشوف الفيديو ده ويعرف لو حصل حاجة حصلت معاه في نفس الموقف اللي حصل معايا ده هقوله يعمل ايه. زي ما بقول لكم هو النوع بتاعه كريازي وفصل مني وما بقاش بيبرد ولا في اي، ومش عارفه ايه السبب، يعني ما عملتش حاجه او ما فتحتوش كتير او حاجه تدل ان هو يعني ايه، يعني سوء استخدام. فالنهارده هقول لكم حركه يمكن تنفعكم وان شاء الله تنفعكم، وهي فعلا يعني كل اللي بيجوا من الصيانه بيقولوا عليها، وهقولها لكم دلوقتي ازاي تعملوها. لو انتوا الفريزر بتاعكم فصل. انا ظهرت لي علامه الجرس دي، العلامه اللي جنب الجرس دي علامه المايك دي، ملهاش اي علاقه، لان هي بتبين لك لو الفريزر مفتوح او حد عندك اطفال او حاجه فتح الفريزر، بتديكي انذار ان الفريزر مفتوح. ماشي. فانا حصل معايا اللي انا عرفت ان الفريزر بتاعي واقف ما بيبردش ان هي على علامه الجرس دي. لو ظهرت عندك اعرفي على طول ان هي في مشكله. بس لو ظهرت لمده طويله، مش مثلا ظهرت لمده 10 دقايق 5 دقايق، لا ساعات بتحصل عادي. بس لو فضلت فتره طويله 5 6 ساعات موجوده، يبقى الفريزر عندك فيه مشكله. طيب، للي مش عارف العلامات دي بتاعت ايه، العلامات الموجوده دي او التاتشات دي الموجوده دي بتاعت ايه، هقول لكم عليها. السوبر دي معناها تبريد زياده. التبريد الزياده يا جماعه بيحمل على الموتور، فبلاش منه. التبريد الزياده اللي هي علامه السوبر دي اللي انا بشاور لكم عليها دي. ودي علامه اللوك ديت لو انت عندك اطفال وحابه ان انت تقفلي الفريزر تقفليها منه برضو. ودي علامة السوبر لو انت عايزة تبردي زيادة فبتحمل على الموتور فبلاشها. دي بقول لكم علامة القفل دي هي علامة اللوك. ماشي. انا ظهرت عندي العلامة دي، واول ما بشوفها الصراحة بتعقد في عيشتي، فما ببقاش عارفة اعمل ايه. السيتنج دي بتزودي منها درجة التبريد او بتقللي، اللي هي رقم 5 دي. لو عايز تعمليها على 1 على 2 على 3 على 4 على 5. ماشي. بتغيريها من السيتنج دي. وعلامة المايك اللي ظاهرة دي قلت لكم ان هي بتبين بتبين ان لو الفريزر مفتوح او لا. انا ثبتت عندي العلامه دي بالشكل الغبي ده، ومش راضيه لا تطلع ولا تنزل ولا تتحرك، ومبقتش عارفه اعمل ايه، والعلامه دي ما بتروحش. يعني فضلت فتره طويله جدا، يعني اكتر من 12 ساعه اقفل وافتح، يعني اقفل ساعتين 3 وافتح، برضو العلامه مش راضيه تروح. وحاجتي كلها فكت زي ما انتوا شايفين كده، وطلعتها كلها ومبقتش عارفه اعمل ايه. طيب هتعملي ايه لو حصل معاكي الموقف ده؟ هتفصلي الفريزر 24 ساعة. 24 ساعة كتير؟ لا مش كتير. انا كنت سايبة الحاجة دي فيه لمدة 24 ساعة، وطلعت ايه يعني متجمدة زي ما هي اهي، الحمد لله يا رب. فعشان انا مفتحتوش كتير، فانتي افصليه وسيبيه زي ما هو 24 ساعة مقفول بيريح. والحاجة سيبيها زي ما هي فيه، او لو عندك طبعا مكان تاني تحط فيه حط فيه. بس انصحك انت لو سبتيها زي ما هي مش هيحصل لها حاجة، وهتفضل متجمدة. هنا بوريكم حاجتي اللي اتبهدلت، هي لسه مجمدة برضو على فكرة، بس الموقف ذات نفسه صعب قوي. انا طلعت الادراج وغسلتها غسلة نظيفة، ومسحت الفريزر مسحة نظيفة كده، وهبدأ ارص فيه حاجتي بعد 24 ساعة، بعد ما تتأكدي ان هو كل التلج اللي فيه فك، بقاش فيه تلج خالص، ومسحتيه مسحة حلوة. هنا شايفين بقت الحرارة تنزل وتطلع، مش هين عليها لا تطلع ولا تنزل. فانا هقول لكم هتفضل تعمل الحركة دي قد نص ساعة كده، لغاية ما تيجي بقى مصفرة خالص، هتبقى صفار، وهوريها لكم دلوقتي ان هي هتوصل للصفر عشان تبدأ تطلع تاني. هي طلعت لسبعة -7 دلوقتي. بس بجد يعني الحركة دي حلوة جدا، وجربها انا كم مرة، يعني ان هي افصل 24 ساعة وهيرجع يبقى اهو زي ما قلت لكم اهوت، هيبدأ يصفر بقى خالص، هيبدأ يطلع وينزل ويطلع وينزل كده، لغاية ما يجي مصفر خالص. اول ما تشوفيه مصفر كده
هتعرفي على طول ان هو خلاص هيبدأ يبرد بقى، هيبدأ ينظبط وخلاص علامة الجرس دي هتتشال ان شاء الله بإذن الله. انا هنا غسلته غسلة نظيفة جدا الحمد لله، وهبدأ ارص فيه بقى حاجتي. يعني تغسليه غسلة حلوة كده بالصابون المواعين اللي هو البريل، وتظبطيه كده وبتبدأي بقى ترصي فيه الحاجة. انا هعمله معاكم دلوقتي على طول. بس بجد حركة ان انت تفصليه 24 ساعة ديت، هي دي ان شاء الله مش هتحتاجي لا حد بتاع صيانة، ولا هتحتاجي الضمان، ولا هتحتاجي حاجة بإذن الله. جربيه وان شاء الله الحركة دي هتفيدك بإذن الله وهيشتغل. شايفين العلامة راحت ازاي؟ يعني علامة الجرس خلاص اختفت اول ما بدأ يصفر، اول ما بدأ الاتنين صفر كده يظهروا، العلامة راحت على طول. ليه؟ لان هيبدأ يبرد بقى، يعني التبريد هيشتغل بقى ان شاء الله وهيبقى كويس. بس انصحك ما تحمليش عليه قوي، اول ما يبدأ يطلع الحرارة، درجة الحرارة تطلع او البرودة ترتفع. انا هنا بحسس على جسم الفريزر من بره، حسيت ان هو بدأ يسقع، يعني حسيت في امل خلاص هيشتغل باذن الله، وحاسه ان هو بدأ يطلع بخار كده ويشتغل. بس زي ما قلت لك انصحك ما تحمليش عليه قوي، اول ما يبدأ كده يشتغل يعني املي درج درج وحطيه. مش لازم الادراج كلها مرة واحدة، تيجي مكبساه مرة واحدة كده هيجي واقف تاني. لا انتي تحطيه درج درج كده مع نفسك. يعني استحملي بقى اللي خليكي استحملتي 24 ساعة من غير ما تشغليه وتعرفي هو فيه ايه. استحملي الفترة دي كمان وهيشتغل بإذن الله. هنا حطيت مليت الدرج هملأ الدرج درج واحطه، مش هملاها كل مره واحده زي ما قلت لكم. هنا بعرفكم تاني ان التبريد الجامد ده بلاشه علشان بيأثر على الموتور جدا. ماشي؟ ولو انتي حابه تقفلي من الاطفال او حاجه اعملي اللوك كده بالشكل ده. والسيتنج ديت زي ما قلت لكم ان انت بتظبطي درجة الحرارة. انا هنا عاملاها على 5، ممكن تتكي عليها وتعمليها 1 او 2 او 3 او 4. الارم ده اللي هو زي ما قلت لك ان هو بيبين لك لو تنبيه، يعني لو الفريزر مفتوح اقفليه، بيديكي اشارة كده لو الفريزر مفتوح اقفليه. هنا هفضل معاكم كده لغاية ما اشوف درجة الحرارة وهي بتطلع. هنا ان شاء الله باذن الله هتبدا درجه الحراره تطلع معاكم باذن الله ويشتغل باذنك انت يا رب. انا بقول لكم طريقه متجربه فعلا، وبتوع الصيانه ذات نفسهم هم اللي بيقولوها. ف هنا خلاص اهي بدات الحراره تطلع، يعني وصلت ل 14. هنا وصلت ل 14. زي ما وريتكم كده، خلاص بدأت خلاص في التبريد. فانا هبدأ بقى اشتغل واعبي حاجتي تاني علشان ما تبص مني. انصحك ما تعمليش اقل من 14، يعني لو شفتها 10 11 12 بلاش، يعني خليها 14 وطالع. لو حبيتي كمان تخليها اكتر خليها. هنا رصيت حاجتي وهحط زي ما قلت لكم درج درج، مش هحط الادراج كلها مره واحده عشان ما اضغطش على الفريزر ان هو يحمل اكتر وعايز يبرد الحاجات كلها، فهيبقى مشكله تانية. لا، انت عبي واستحملي زي ما قلت لك درج درج كده وحطيه. شوفي اول ما حطيت الحرارة بدأت تنزل تاني. ليه؟ لانها هتبدأ تبرد وتتلج، فهتطلع تاني. عشان كده بقولك ما تحطيش كل مرة واحدة، عشان كده بقولك حطي واحدة واحدة. هنا هعبي بقى، يعني اعملي درج للحوم ودرج للاسماك، درج بقى للخضروات، وخلي درج للعيش مخصوص ورتبي كده الفريزر بتاعك علشان يبقى منظم وشكله حلو. هنا بقى ابتديت ارص بقى الخضار وحاجتي فيه، وطبعا الدرج اللي فوق ده مخلياه للعيش والحاجات دي. ف نظمي بقى حاجتك عشان الروائح ما تختلطش ببعضها. وزي ما قلت لك ما تضغطيش على الفريزر مره واحده، حطي واحده واحده، علشان انت زي ما وريتك دلوقتي ان درجه الحراره بتنزل فهيبهدلك تاني. بس والله العظيم بجد انا لما فصلت ال 24 ساعة دول ومسحته كويس ورجعت حطيت فيه حاجتي، والله العظيم والله العظيم اشتغل حلو جدا وما حصلش فيه اي حاجة.
وعايزه اقولك كمان في احتمال تاني ان انت ممكن تشوفي علامه اللي هو الجرس دي تاني تظهر. فما تخافيش، هي تظهر، ممكن لو ظهرت ممكن تظهر لمده 5 دقايق 10 دقايق وتختفي تاني. ما تعمليش فيه اي حاجه تاني خالص غير اللي انا قلتلك عليها، حتى لو ظهرت علامه الجرس دي تاني. اوكي. فان شاء الله يا رب ربنا يسترها ان شاء الله، ان الاجهزه دلوقتي كلها بقت باسعار خزعبليه بجد. فربنا يسترها علينا ويعديها على خير. ولو عجبك الفيديو بتاعي يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس وتدعي لي دعوه حلوه كده من قلبك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه. باي باي.